الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب. النهاردة بقى جايلكم بفيديو جديد، فيديو تشجيعي كده، روتين من اللي هو يعني نكمل مع بعض الريسبشن. الفيديو اللي فات عملنا مع بعض الجزء الأولاني اللي هو الجزء بتاع الركنة، والفيديو ده ان شاء الله هنعمل مع بعض الانتريه. ويا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى منكم لايك للفيديو مبدئيا كده، لايك للفيديو، شجعوني علشان القناة واقعة، فساعدوني ان هي تقوم شوية. فلايك للفيديو، اشتراك للقناة فضلا وليس امرا. انا كده بدأت ان انا انفض الانتريه من التراب. عايزه اقول لكم كمية تراب رهيبة. مش عارفة كان في ايه الفترة اللي فاتت. انا رجعت من عند اهلي لقيت الشقة كلها متبهدلة خالص تراب، يعني تراب الدنيا والاخرة، بجد تعبت فيها. المهم واحدة واحدة كل حاجة هتتعمل ان شاء الله، وعلى العيد كده هنكون خلصنا. انا عايزة اقول لكم انا في العادي بحب ان انا اعمل الشقة، انضف الشقة يوم الوقفة بس، علشان انها ما تلحقش تتبهدل وكده، ويجي يوم العيد تبقى لسه معمولة بس حاليا فعلا ما بقتش اقدر، اعمل الشقة كلها في يوم واحد، ومع شغل البيت مع الولاد وكده، لا ما بقتش اقدر. فقلت لا، خلينا واحدة واحدة كده مع بعضينا، علشان اللي هو يعني الدنيا اتخلقت في 7 ايام، مش اللي هو مش هنيجي احنا بقى نعمل كل حاجة في يوم واحد. ودايما ماما تقولي لو جالك الشقة فرقوا على الايام. فانا كل يوم بعمل اللي بقدر عليه بصراحة، لحد يعني الاسبوع ده، لحد ان شاء الله العيد اكون اجي بقى يوم الوقفة نضف التنظيفة اللي هي على الوش دي، يعني من على الوش بقى، اللي هو اشغل المكنسة وننضف اللي هي تروية العيد السريعة بقى. خلاص نبقى احنا عملنا التنظيفة العميقة، نيجي بقى على يوم الوقفة ان شاء الله تبقى التنظيفة السريعة بقى. بس عايزة اقول لكم انا يا دوب كده خلصت الصالة بالريسبشن. عايزة اعمل بقى ان شاء الله، مش عارفة ابدأ بأوضة النوم ولا بالمطبخ، فمش عارفة بصراحة، لان الاتنين متبهدلين جدا ومش عارفة ابدأ بايه فيهم. كل ما ببص لحاجة كده مش قادرة، مش عارفة اقرب من ايه فيهم. فيلم رعب، انا عايشة في فيلم رعب. ربنا يقويني، ادعولي ربنا يقويني وربنا يقويكم، وان شاء الله انتوا كلكم شاطرين وحلوين. قولولي بقى وصلتوا لايه، خلصتوا ولا لسه، عملتوا ايه وبقيلكم ايه، وبتشاهدوني منين؟ قولولي انتوا بتتفرجوا عليا منين. العادي يا جماعة لازم ولادي يخشوا في الفيديو عادي. عادي جدا، واحد داخل لي اقص له حاجة في ايده، واحد داخل يفرجني على التليفون، طبيعي. انا كده بحب اعمل جزء جزء، علشان مش هينفع ان انا اشيل الانتريه كله وفي مكان واعمل المكان كله مرة واحدة. لا، انا بعمل يعني تحت الكراسي الاول، وبعد كده تحت الكنبة، وبعد كده الجزء اللي في النص، علشان يعني مش محتاجة مساحة كبيرة ان انا انقل الاوضة كلها فيها وبعد كده ارجع احطها في مكانها تاني. بصراحة كده بحس ان الدنيا سهلة عليا، يعني لما بعمل جزء جزء بحسها بتخلص على طول. عايزة اقول لكم بقى احنا هناخد يوم كامل انضف في النيش. يعني انا عملت كده المكان كله، بس النيش عندي مش نضيف خالص، النيش من جوه مليان تراب. فده عايز يوم، عايزة ان انا افضله نفسي يوم كامل كده للنيش بس، لان كل اللي فيه طبعا هيتغسل ويتنضف، وخشب وازاز وكله. بقالي بصراحة فترة كبيرة قوي ما عملتش حاجة في النيش خالص.
فزعلانة من نفسي قوي علشانه. بس يعني الظروف بقى والولاد والتوأم انتوا عارفين، يعني معايا توأم غير اخوهم الكبير، فالفترة اللي فاتت كلها كانت صعبة عليا قوي. فالحمد لله ان انا كنت قادرة ان انا اشوف ايه مصالح البيت وطلباتهم هم بس. فبصراحة النيش متبهدل جدا. ان شاء الله في يوم كده ابقى ايه اخده واحدة واحدة كده اعمله كله، يعني ضرفة ضرفة كده واعمله في يوم لوحده. مش هينفع بصراحة ان انا في اليوم بتاع النيش ده اعمل معاه اي حاجة تانية. قوليلي انتوا بتنضفوا النيش بتاعكم كل قد ايه؟ بتعملوا فيه ايه؟ مش عارفة بيدخله تراب ازاي يعني. الظرف عندي تحسوا ان فيها فواصل كده، والفواصل دي بتدخل تراب ياما. ف انا البلد كلها اللي انا فيها دي اصلا انا زهقت بسبب التراب اللي فيها، مش عارفة ليه. ولا انا شقتي بس ولا ايه؟ انا مش فاهمة بصراحة. عمري ما كان عندنا التراب ده في بيتنا قبل ما اتجوز، مش عارفة ليه كده. زي ما انا ما قلت لكم انا عندي جيوب انفية، فموضوع التراب ده مخليني عايزة اقول لكم يعني مبهدل نفسيتي اكتر ما هي متبهدلة. قولولي برضو بتعملوا ايه في جيوب الانفية دي، ولو حد منكم عنده حل يقولهولي، لان انا تعبت جدا بسببها يعني. مش لاقيه لها حل، كذا مرة اكشف واخد علاج ما فيش حاجة جايبة نتيجة، وتعبت بصراحة منها. انا كده الحمد لله يعتبر خلصت، والفيديو خلص، وادي الجزء اللي انا عملته المرة اللي فاتت او الفيديو اللي فات. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وكلمة حلوة في الكومنتات.